السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض كده أكلة سهلة وسريعة. تنفع معاكي طبعا الإفطار أول يوم العيد. كل سنة وانتم طيبين وبخير، وربنا يبعد علينا الأيام وعليكم بخير يا رب. هنقول كده بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله. وما تنسيش تحطي لايك للفيديو وتشتركي في القناة لو مش مشتركة معايا. هنعمل النهارده كبد وقوانص او كبد و الكبده والقلب. دي كبده بلدي. انا عندي الطريقه دي ما يعني مش بتخلى عنها خالص في الكبده عندي. بحب ان انا اعمل الكبده بالطريقه دي، بتطلع حلوه جدا وكل الولاد بيحبوها وكلنا بنحبها. هتحطي كل التوابل اللي عندك. حطي، انا دلوقتي حطيت ملح، وحطيت فلفل اسمر، اهم حاجه فلفل اسمر وتوابل. كل التوابل بقى، انا حطيت فلفل اسمر وكزبره وكمون، وحطيت بهارات لحمه، وحطيت طبعا الملح بتاعي. وهتحطي عصرة ليمونة لو عندك، وهنحط كمان معلقة كده من الثوم المفروم. معلقة حلوة كده تدي كل الحاجات دي بقى. طبعا بعد ايه الكبدة ما بنغسلهاش خالص، ما تغسليش الكبدة. الكبدة بنقطعها صغير وبنحط عليها التوابل والثوم والحاجات اللي انا قلتها دي. وبنسيبها بالظبط 10 دقايق ربع ساعة. مش هتسيبيها كتير يعني، براحتك خالص، بس هي مش بتاخد معاكي يعني 10 دقايق بتلاقيها خدت التطعيمة اللي احنا عايزينها تاخدها تمام. انا طبعا زي ما قلت لكم تقطعي الكبده صغير، وهنحط التوابل ونركنها على جنب. هعمل نفس الكلام في القلب معايا. حطيت عليه رشه من الفلفل الاسمر وكمان رشه من بهارات اللحمه. وهسيبهم 10 دقايق. الاكله زي بتاعت النهارده زي ما بقولك هتنفع معاكي لغدا يوم سريع كده. طبعا الجو حر ومش عايزين نقف في المطبخ كتير، وبنحاول ان احنا نعمل اكلات تكون سهله وما تاخدش معايا وقت. فهنعمل النهارده الاكله دي. وكمان احنا عندنا بنحب ان احنا كمان يوم العيد نفطر بالكبده برضو. اول يوم العيد بيبقى هو ده الفطار تمام. فانا عملت لكم الوصفه بقى. هتنفع معاكم ان شاء الله في حاجات كتير. جيت هنا بقى عندي، جبت كده صينيه، جبت قصدي حله. وحطيت شويه كده من الزيت او معلقه سمنه براحتك. وهحط عندي بصله متقطعه صغير عشان نعمل الصلصه بتاعه المكرونه. احنا هنعمل جنبها مكرونه تمام. حطينا بقى البابريكا، زي ما انتوا عارفين انا بحب احط البابريكا قبل ما انزل بالطماطم بتاعتي. حطيت البابريكا وبعدين هنزل ب كان عندي كيس كده صلصة من اللي انا مفرزاها. هنزل بيه على طول. عندك طماطم هتضربيها في الخلاط مفيش اي مشكله خالص. بس زي ما قلت لك قبل كده ان الصلصه اللي احنا بنفرزها دي بتنفعنا بقى في اوقات زي كده. اوقات انا مش عايزه اقف في المطبخ، اوقات انا تعبانه مش قادره مثلا. فالصلصه بتطلعي الكيس يفك معاكي وتستخدمي على طول. ما فكش بستخدمه زي ما انا عملت كده، بستخدمه عادي بحطه وهو بيفك على طول، مش بياخد 5 دقايق على النار. وبعدين هحط بقى التوابل بتاعتي والملح، ونحط معلقه رشه كده من السكر علشان الطماطم بتاعتنا. وهسيبها بقى مع نفسها تاخد وتدي كده مع نفسها لحد ما تستوي، لحد ما تتسبك معايا. هنا جنبي كل ده انا عايزه اقولك ان ما خدناش 10 دقايق في الطماطم والمكرونه، وبعدها 10 دقايق الكبده، يعني ما خدناش وقت خالص. طبعا جنبي بقى كده الحله دي انا كنت حاطه فيها المية عشان نسلق المكرونه. فعملت حطينا بقى المكرونه بتاعتنا كده. دي مكرونه اللي هي القلم. حطيناها بقى ايه تتسلق معانا، وانا شغاله برضه عقبال ما المكرونه تستوي. كانت الصلصه عندي اتسبكت، وجبت عندي بقى الصينيه دي كده عشان اعرف ان انا اشتغل فيها للكبد. حطيت عندي شويه كده من الزيت حلوين زي ما انتم شايفين. شويه زيت كده يكونوا كتار حلوين في الصينيه، علشان الكبده بتبقى عايزه زيت كتير مش سمنه. اهم حاجه يكون زيت، ويكون زيت نظيف ملوش اي ريحه. حطينا بقى اول ما الزيت سخن جدا، نزلت عندي بالقلب بتاعي برضو مقطعاه صغير زي ما انتوا شفتوا. هبتدي ان هو اول ما ياخد بس صدمة معايا كده هقلب، وهسيبه برضو ياخد صدمة من الجنب التاني. وانا ليه نزلت بالقلب في الاول؟ لان القلب بياخد سوا اكتر من الكبدة، سواء قلب او كلاوي او فشة او اي حاجة انت هتعمليها مع الصينية دي. بتديها هي الاول صدمة كده وتحميرة كده شوية، وبعدين تنزلي بالكبدة. انا هنا كان خلاص بقى ايه القلب عندي خد السوا بتاعه واتحمر وخد تشويحه حلوه كده. هوسع بقى كده، هركن القلب كده على جنب، وهننزل بالكبد بتاعتي. طبعا عايزه اقول لكم الكبده ريحتها خطيره بسبب التتبيله اللي احنا حاطينها دي. اول ما نزلت بقى بالكبده هسيبها، مش هقلبها خالص، هسيبها تاخد بس الصدمه عندي وتاخد اللون من الجنب اللي تحت ده، وبعدين هنقلبها عادي.
تمام. يلا بقى لو وصلتي لحد هنا ما تنسيش تحطي لي لايك للفيديو بتاعنا. قلبناها بقى اهو، هنقلبها عادي جدا بس علشان الاول سبتها تاخد الصدمه بتاعتها. تمام. هي ما بتاخدش معاكي وقت خالص، لا في السوى ولا في التتبيله ولا اي حاجه، هي بالظبط برضو 10 دقايق. لو النار عندك عاليه مثلا اقل كمان من 10 دقايق وهتلاقيها استوت معاكي. تمام كده. هنفضل بقى ان احنا نقلبها كده شويه شويه علشان نقلب ونغطي علشان ما تتهريش منك ولا تتحرق برضو منك. تمام كده. هنا بقى كان النور قطع فكنت شغالة بالكشاف، فجيت هنا بقى على العين اللي هي العالية دي علشان خلاص كانت الكبدة عندي استوت. هحط لها بقى معلقة من التوم برضو المفروم قبل ما اطفي عليها على طول. معلقة من التوم كده هتديني ريحة حلوة جدا. وكمان لو معلقة التوم دي يا سلام لو انت عاملة معاها بقى حاطة معاها وانت بتدقيها كده معلقة كزبرة هتديكي ريحة خطيرة للكبدة بتاعتك. وبس كده الكبدة بتاعتنا خلصت، خدت اللون التمام واستوت وزي الفل وريحتها خطيرة جدا. وكمان لو عندك عصرة ليمونة كده بعد ما تطفي، اول ما تطفي النار عليها اعصري عصرة ليمونة كده، هتبقى الكبدة عندك ما شاء الله وبألف هنا. خلاص كده الكبدة عندي استوت، هنحط بقى المكرونة بتاعتنا ونجهز وهوريكم الشكل بتاعها في الاخر. اهو هنا بقى كان خلاص جهزنا بقى المكرونه بتاعتنا. المكرونه عايزه اقول لكم المكرونه دي بالذات ليها ذكريات معايا حلوه قوي، كانت امي بتعملها لنا واحنا صغيرين كده كنا بنحبها جدا. فانا برضو ولادي ما شاء الله طالعين بيحبوا المكرونه دي، المكرونه دي بالذات بيحبوها جدا اللي هي بالصلصه واللي هي المكرونه القلم دي. شايفين بقى الجمال والحلاوه؟ شايفين الكبده بتاعتي تحفه، طعمها خطير. طبعا هي كانت سخنه فكل شويه بجيبها مش عارفه امسك الصينيه. آه وشوية بقى الزيت والحاجات والبهاريز اللي تحت دي بقى بالثوم بالتوابل بكل حاجة خطيرة حلوة جدا ما شاء الله. يا رب بقى تجربوها بالطريقة دي وتعجبكم ان شاء الله. جربوها وقولوا لي رأيكم. وطبعا ما تنسوش تحطوا لنا لايك للفيديو وما تنسوش تقولوا لي رأيكم في الوصفات التانية وتاخدوا لفة كده في القناة وتعملوا لنا لايك حلو. شايفين الجمال؟ شايفين الكبدة حلوة قوي؟ جربوها وان شاء الله هتعجبكم. اسيبكم انا بقى هنا كده مع الفيديو بوريكم بقى الكبده. وطبعا حاولي ان انت زي ما قلتلك تزيني الولاد كده الدنيا. انا مش مزينه ولا حاجه بس الاطباق والاشكال والحاجات الحلوه دي بتعجب الولاد جدا. فحاولي ان انت تعملي حاجات يعني تعملي اختلاف بس للولاد عشان ياكلوا كده. تمام. اسيبكم بقى في رعايه الله وما تنسوش تحطوا لايك للفيديو واشتراك في القناه واسيبكم في رعايه الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.